مع الأجواء الجميلة التي شهدتها معظم محافظات السلطنة من أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد. كان النصيب وافرا لولاية السويق، ابتهج الأطفال وسعد بها الكبار، إلا أن تلك البهجة تأثرت بتأثر الصيادين. والله الخسائر معدات من البحر، ادواتنا الصيد. شباك الصيد البحري، ومعدات اشياء كلها راحت، يعني راحت من البحر، يعني هذه في البحر. الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشارت في بيان لها عن هبوب رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة تتسبب في ارتفاع موج البحر على سواحل بحر عمان. هاجت الأمواج وتقدمت لمستوى لم يعهده الصيادون، حيث تأثرت القوارب ومعدات الصيد ومواقع التخزين التي يعول عليها الصيادين لحفظها، ولسان حالهم يقول: حمدا يا رب كثيرا طيبا. والله ابوي البارحه في الليل تقريبا من الساعه 12 او قبل 12، لان الساعه 3 من الليل واحنا على البحر، وراحن علينا دوابي وراحن علينا الياق. الحجره هذه كان طاحت باقي شويه عن طيح، حجره عوده، وهذه الحجره كذلك باقي شويه، وهذاك من هناك صوب الحمامات بعد ما باقي من الشط وايد راح علينا. لان الساعه 3 من الليل احنا راح كثير الياق دوابي. خبر كيف احسن لك وايد احسن. اول كان في زماننا حن هذا مغرب مشرق، هذا اول هنا رمل نقعد هني، والبحر بالناق عنا البحر. وشوف الحين كيف السبله هذه شلها البحر، هاي السبله اول هني نقعد هن. وشوف الحين كيف روح، وشوف باقي الحجره حجرته شلها البحر كيف ما باقي منها شيء، هاي الحجره. إن حالة تقدم البحر خلال هذه السنوات هي حالة لاحظها الصيادون بشكل متواصل، ومنها تأتي الدعوة للجهات المعنية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التنمية الاجتماعية، وبقية الجهات ذات الاختصاص للنظر في حال المتأثرين ومساندتهم، فلسان الحال أحيانا أبلغ من لسان المقال، ومن عطف حاله زاد في الخير يقينا. من ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، خميس بن سعيد الذيابي، فريق الغليل الإعلامي.